ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. 2023 خلصت على خير وداخلين في 2023. والفيديو ده انا مش هعمل له مونتاج، انا هينزل بطبيعته زي ما هو كده، ملوش اي مونتاج ملوش اي حاجه، لان الفيديو ده انا عامله عشان خاطر اقول كلمتين. انا طول عمري كنت بتمنى تيجي سنه واعمل فيها فيديو اقول للناس شوفوا نجاحاتي وحاجاتي والكلام ده زي ما بيحصل على السوشيال ميديا وببقى شايفه. بس الحمد لله انا وصلت لمرحله ما كنتش اتخيل ان انا اوصلها. ماشي، بس الحمد لله. عندي كان السنه دي داخل السنه 2023 بمحل صالون البوب، انا واخويا ايهاب البوب، وطلعت منها وانا عندي القاعه الحمد لله اللي كنت بتمنى يبقى عندي قاعه. ده غير طبعا الحاجات اللي حصلت طول السنه، في دروبات، في حاجات حلوه، بس كله خير من عند ربنا. بس انا مش عايز اتكلم على كل ده، انا عايز اتكلم على حاجه واحده بس، هي دي اللي انا طلعت بيها في 2023. ودي اكتر حاجه كنتش متخيل اصلا انا اطلع بالحاجه دي. يعني ده عندي اهم من النجاحات اللي انا عملتها ده كلها، واهم من النجاحات اللي جايه والكلام الفاضي ده كله. اللي هي انا دلوقتي طول السنه الحمد لله تقريبا ما سبتش فرض واحد من فرض ربنا. الاول ما كنتش بصلي، كنت ببقى مكسل شويه كده وشويه كده. حرفيا السنه دي انا الحمد لله بفضل ربنا ما سبتش في ركعه او فرض واحد من فرض ربنا، بل بالعكس انا وصلت لمرحله اللي هو إيه، لو في صلاه ما صلتهاش ابقى مش مظبوط، الدنيا تبقى في حاجه غلط، ما اعرفش انام وانا لا في عشاء ما صلتهاش، في مغرب عداني، فما اعرفش. فدي حرفيا هي انجح حاجه انا عملتها في 2023. ربنا يديمها نعمه ويا رب نفضل كده لحد ميعادنا. وبالنسبه للنجاحات فدعواتكم، وانا لسه محققتش 10% في اللي الواحد بيتمناه، لسه اللي جاي كتير كتير كتير. يعني لسه انا بقول يا هادي، كله بفضل ربنا، بفضل دعوات كل حبايبي. فدعواتكم ان السنه دي تبقى سنه خير علينا جميعا، مش عليا لوحدي، وان شاء الله اللي جاي احسن. وصدقوني عشان تنجح وتعمل حاجه في حياتك قربوا من ربنا، هو ده فعلا النجاح اللي يستاهل انك تتبهج. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب 2024 تبقى سنه سعيده عليكم وعلينا جميعا. دعواتكم واللي جاي خير ان شاء الله.